مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بخير. بهالفيديو حابة أخدكم معي بيومين من يومياتي أنا وبنتي. قررنا نطلع نغير جو ونقضي وقت حلو سوا، فبدأنا يومنا هيك بطلعة على الحديقة، وكان الجو كتير حلو ولطيف، هيك طلع الشمس وما في هوا بارد. وبعدها صار عنا شوية مشاوير خفيفة، مرينا على كم محل وهيك تسوقنا شوية أغراض، يعني هيك يوم بسيط بس مليان تفاصيل حلوة من الحياة اليومية. وطبعا ما بيكمل اليوم بدون طبخ. حضرت لكم أطيب وصفة شاكرية مع رز بشعرية. وتاني يوم كملنا مشاويرنا وطلعنا كمان أماكن جديدة، فصورت لكم كمان شوية لقطات خفيفة من يومنا. فلوج بسيط وواقعي من حياتي اليومية. إذا بتحبوا هيك أجواء كملوا معي للنهاية ويلا نبلش. يوم أشرقت الشمس في ألمانيا فقررنا نروح مشوار صغير. اليوم جو كتير حلو. بألمانيا ما بتعرف شو تلبس، يعني مثلا لابسين صوف نحنا، بس بما انه الشمس طالعة الجو صار هيك شوي فيه شوب. هون مرة تانية على الأكشن منزلين كتير شغلات حلوة، منها هدول كتير ريحتهم حلوة. هاي مثلا بالمسك الأبيض على أساس ريحتها حلوة هيك حقها، وفي هيك شي كمان نفس السعر كمان حلوة هاي ريحتها. في هيك ملاحف أو مو ملاحف، هذا اللي حرام صيفي بينحط. هاي مخدات، هدول هيك صحون، في ألوان. هذا أزرق مثلا حقه 4. هيك شي كمان. جبت هدول تنتين لبنتي، شفتهم حلوين. يعني مثلا هاي المعلقة وشوكة وسكينة حقها 2.5 يورو بس حلوين هيك. وجبت هدول بيجوا 3 صحون هيك حقها 2.79. في كتير كمان شغلات، في حتى ألوان. في هيك بيجي طقم. وهاي اللعبة إذا بتتذكروها كمان اشتريتها من الأكشن بالفيديو السابق. بعدين رجعنا على البيت وحضرت أطيب شاكرية باللبن مع رز بشعرية. أول خطوة بلشت فيها هي إني أنا سلقت اللحمة الشقف، حطيتها بمي مع بصلة ورق غار عود قرفة وتركتها تغلي لحد ما تستوي، وطبعا ملح وفلفل. بوقت تاني حضرت اللبن، حطيت حوالي كيلو لبن وضفت له بيضة ومعالق نشا، بين معلقة لمعلقتين تقريبا، ودوبتهم بنص كاسة مي. كمان ضفت نص كاسة من مرق اللحمة ليعطي هيك طعمة أغنى. بلشت حرك المزيج على نار متوسطة بشكل مستمر لحتى غلي وصار قوامه ناعم ومتماسك. بعدين ضفت الملح والفلفل طبعا كمان حسب الرغبة. ولي أمل بربي لا يخيب، وشمس الفأل عندي لا تغيب، فما لي غيره. بعدها صفيت اللحمة من المي وضفتها على اللبن وتركتهم شوي على نار هادية مع بعض لحتى تتجانس هيك النكهات مع بعض ويصير الطعم كتير طيب. وبالنهاية قدمتها مع رز بشعرية، وفعلا كانت أكلة ولا أطيب. وبس هيك أكلة اليوم خلصت، وصحتين وهنا على قلبكم. تاني يوم رحت على البريمارك، كنت بدي اجيب هيك كم شغلة لبنتي. صراحة عندهم كتير شغلات حلوة للأطفال. صورت لكم كمان هيك لقطات خفيفة من المحل لأنه ما طولت كتير
وهو كمان كان كتير عجقة يوميته، فما قدرت كمان صور كتير لقطات. هون كان قسم الأطفال كان كتير عجقة لأنه كانوا عن جد عاملين تخفيضات كتير قوية، يعني مثلا هاي الكنزة كان حقها 7 يورو وعاملينها ب3 يورو، والقماشة كتير حلوة والكواليتي حلو. فما طولت بقسم الأطفال، فورا أخدت أغراضي وطلعت هيك أخدت لكم لقطات من المحل بشكل عام. وهون أنا خلصت شو كان بدي أشتري ودفعت حقه وانطلقنا لمكان تاني. أنا وقتها كنت سمعانة إنه فاتح محل اسمه جو آسيا بالمول اللي نفسه البريماكت هاد هو، فحبيت روح لهونيك كمان، بس كان كتير عجقة فما حسنت أخذ لقطات أكتر أو هيك فوت بالمحل كله اتمشى بالمحل كله. بس اللقطات اللي حسنت أخدها حبيت كمان فرجيكم إياها بالفيديو وضفتها للفيديو. هلا هو جو آسيا هو سوبر ماركت آسيوي كتير كبير، يعني إذا بتحبوا الأكل الآسيوي أو حابين تجربوا وصفات جديدة راح تلاقوا فيه كل شي تقريبا. فيه منتجات من كتير دول مثل الصين، يابان، كوريا، تايلاند، وفيه خيارات كتير متنوعة. كمان عندهم شغلات كتير مو موجودة يعني بالمحلات العادية مثل الأندومي، صوصات، بهارات، سناكات غريبة، وحتى كمان خضروات وفواكه آسيوية. المحل أصلا منتشر بكل ألمانيا وعندهم كتير عدد كبير من الفروع، يعني هو مو شي صغير، بالعكس معروف كتير هون. إذا بتحبوا تجربوا أكلات جديدة أو بدكم مكونات لطبخات آسيوية، هذا المكان هو الخيار الصح، كتير في شغلات حلوة. وبالنهاية تغدينا برا وختمت اليوم بلقطات خفيفة من المطعم، فيديو خفيف وبسيط من حياتي اليومية، بتمنى يعجبكم. إذا حابين هيك فلوجات أكتر لا تنسوا اللايك واكتبولي رأيكم بالتعليقات والاشتراك بالقناة لحتى يوصلكم كل شي جديد.